ازيكم يا حلوين وعاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناة ماي هاوس. طبعا اليوم الحلو بيبان من اوله ازاي؟ زي ما انتوا شفتوا كده انا مسجلة صوت وصورة في اول الفيديو يعني مع بعض، والصوت طالع بقى. وده طبعا نتيجة ان هم راحوا المدرسة. ايوه هم راحوا المدرسة، وحسيت كده الدنيا فاضية وحلوة. في الاول كده ايه يعني عيطت شوية، اللي هو الدنيا بقت فاضية. بس لا 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 لا، دي شكلها كانت دموع كده مؤقتة. حسيت نفسي الدنيا فاضية وهادية وجميلة. زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو بقى ايه في الاول، هادي، مفيش صوت، مفيش حد هيضايقني، مفيش حد هيزعجني. انا ام شريرة. المهم رحت بقى ايه، الكلام ده طبعا كان الفيديو في الاول كده اللي انتوا شفتوه ده كان الصبح. بعد كده إيه يعني بقى لما جم من المدرسة ما عملتش الروتين دوت اللي هو اللي انا روقت الركنة وكده، لا ده كان لما ناموا بقى طبعا صاحيين من بدري، فناموا بدري، فالدنيا عندي رايقة وهادية خالص. وطبعا الليفنج كانت بتقول لهم ارحموني، يعني فعلا الركنة كانت في انهيار. كان الفرافيت لب، على فكرة اللي جوه ده لب، مش عارفة ايه اللي بيدخله جوه، بس يلا ما علينا. كان لب وقشر وحاجات، وانا بقى ايه استغليت فرصة وقلت يعني تعالي بقى انقذك يعني من الانهيار اللي انت كنت فيه. المهم دخلت وشغلت بقى المكنسة، وكانت الدنيا ليل، بس مش ليل بقى بالنسبة لي، حاسة ان زي ما يكون الساعة 2-3 عشان هما نايمين. بس الحقيقة لا، يعني كانت تقريبا الساعة 9 وحاجة، وحاسة لسه قدامي وقت طويل، انا مش بنام دلوقتي. فدخلت بقى ايه، ظبطت كده الدنيا، شغلت المكنسة وعدلت انا شلت المراتب خالص خالص. بتحسوا زي كده ان الدنيا فاضية وبتتشجعوا؟ انا الحقيقة غير الناس، يعني الناس كلها بتعمل روتينات المدارس وتنظيفات المدارس والحاجات دي كلها قبل المدرسة. انا العكس بقى، فعلا والله انا العكس. يعني حسيت ان الروتين بيبدأ معايا من الدراسة. بحس اليوم الصبح بيبقى فاضي، يعني انا لو كان جه في دماغي، بس انا الصبح قلت ايه يعني هيجوا بدري، فقلت اعمل الغدا، فعشان كده ما ابتديتش بروتين وان انا يعني انضف وكده. فقلت اعمل الغدا، هيجوا بدري وهيجوا جعانين بقى وعايزين ياكلوا، بيجوا مصدعين. هي بتبقى فرحة بصراحة، وبيبقوا فرحانين. بس بعد كده بحس ايه يعني بقول لنفسي يا رب يناموا كده بدري على طول. وطبعا هم ناموا بدري عشان هم ولا ذاكروا ولا عملوا حاجة. كل واحد بقى اللي يقول لي انا عايز مش عارفة كراسة ايه وعايز ايه والنوت بوك والحاجات دي كلها بقى اللي انتوا عارفينها، يعني اكيد مش هعرفها لكم. وانا بقى كنت حاسة بهدوء، وطبعا كنت خدت بقى يعني حاجة للصداع، وشربت القهوة بتاعتي عشان طبعا النوم بقى بيبقى ملخبط. وزي ما انتوا شايفين كده، اكتبولي كده انتوا بتحسوا بزي كده بفضا الصبح او بالليل لما بيناموا وبتقوموا كده تتنشطوا زي، ولا انتوا بتحبوا تعملوا الروتينات المدارس دي قبل المدارس؟ انا العكس، انا ممكن اغسل، ممكن الاقي سجادة مثلا مبقعة كده ولا حاجة، ممكن امسكها اغسلها. اقول بقى ايه الدنيا فاضية، مفيش حد بقى هيتبل ولا هيبرد ولا حاجة. يعني بحس بروقان بال. ياه، يا سلام لو المدرسة دي بقى صيف وشتاء، بس من غير امتحانات وضغط اعصاب. انا موافقة، من غير امتحانات وضغط اعصاب انا موافقة. انا وصلت لحد فين؟ انا وصلت لحد الكنبة التانية، انا نقلت يعني خلاص الكنبة الكبيرة ودي الكنبة التانية. بس نقلت عليها وخلصت. وزي ما انتوا شايفين كده دي كانت الكنبة التانية. معلش حد كان بيخبط. كل ده الكفرات دي اللي انا كنت شايلاها معاكم، لما شلتها في الفيديو اللي فات وغسلتها وكده، يعني انا حطاها نظيفة يعني، فلا يعني حلوة نضفت. بس بحس ان انا كل ما بغسلها كل ما لونها بيفتح.
الازاز ده هو شيك وحلو بتاع الترابيزه دي، بس مشكلته ان هو فامي، فدايما اي نقطه غير الازاز العادي، يعني انا عندي ازاز عادي مش بيبقع كده بالطريقه دي، بس الفامي الاسود ده بيعمل العاكس كده لو نقطه ميه جت عليه. شجعوني بقى وقولوا لي ارائكم كده، وقولوا لي مين زيي، مين لما بيودي المدارس بيحس كده ان الدنيا فاضيه وبيتشجع، وقولوا لي ولادكم بيناموا الساعه كام. اللي مش هيرد عليا هعرف ان هو مش بيتفرج على الفيديو بتاعي، بيكتب كومنت كده وخلاص. هنا كان في ايه، اه كان في امير، يعني بنتي مبهدلالي الدنيا بالامير، تقعد تجيب العاب وحاجات كده اللي هي الصغننه دي، وتقعد تلزقها وتبهدلي الدنيا، موقعاني على ايد الكنبه، بس مش بيطلع. حد يعرف بيطلع من ايه الامير؟ وعلى السجاد. بصوا هي اللي تحت دي خرابيش، اللون البني ده طالع، مش حاجه لازقه يعني. قولولي بتعملوا الاكل امتى؟ يعني قولولي. انا بصراحه ببتدي بالاكل، يعني انا ادخل المطبخ، يعني اظبط الدنيا وابتدي في الاكل، وببقى عايزه اخلص الاكل بدري لان بيبقى ساعات في دروس، يعني ابني اكبر من بنوتي فبيبقى في دروس، فابتدي بالاكل بالحاجات المهمه. يعني البيت ساعات بسيبه يعني رأسا على عقبا، لا السرير بيبقى اتفرش طبعا الكلام ده. يعني يا ريت محدش ينتقدني، يعني الناس اللي عندها اطفال وعندها دروس ومدارس هم اللي يعني يردوا عليا. لو قالوا لي كده انا فعلا هقبل بالنصيحه، انما ما تبقيش بقى واحده لسه بيبيهات وتقولي لي لا انا ما ينفعش اسيب السرير مش متنضف، لا انا ما ينفعش اسيب كوبايات في الحوض. لا انا كنت زيك كده، انا كنت زيك ما ينفعش. وبعدين يعني معلش، يعني هو احنا لو سيبنا المواعين في الحوض يعني واحنا سايبينهم عند حد غريب؟ واحنا سايبينهم في حوضنا، ايه المشكله يعني؟ انا لا، يعني انا اول باول بحب اروق بصراحه، بهزر يعني، انا اول باول بحب، يعني اول باول كده بحب اروق. بس الفكره ان يعني في المدارس بيحصل لخبطه كده، المهم انا بقول لا، بقوم اعمل اكلي، حاجتي اظبطها. بصوا هي دي سماعه المفروض ان هي بتتعلق، انا بكلمكم وارجع تاني ابص يعني. دي سماعه المفروض ان هي بتتعلق، بس انا بصراحه مؤقتا حطاها في على الترابيزه، لان انا خايفه يعني اخرم بالشنيور في الحجر يفرقع. مش عارفه يعني انتوا ايه رايكم لو انا خرمت في الحجر ده، مش هيفرقع او يقع او حاجه؟ تحس ان هو راكب واحده فوق واحده، خايفه واحده تتكسر يتكر كله. انتوا فاهمين فكرتي؟ فمش عارفه يعني، اعذروني ده جهل مني ولا لو حد مجرب يقول لي يعني. إيه التحفتين دول؟ والله من ايام جوازي طبعا. ودي كده الزغننه الكيوت دي، اه هي دي، مش عارفه محتاسه بيها، مش عارفه احطها فين. هو حلو وشيك بس بيقعد ينزل فرافيت بتاع اللي عامل شبه مش عارفه انا بقول عليه قش بصراحه. اهو هنا بقى السجاده خلصتها، عدلتها يعني، وقلت اشغل عليها المكنسه. انا ما عملتش ميه بقى وكده، لا يعني بالمكنسه كده على الرايق، بس والله نضفت حلو جدا، يعني شلت المرتبه او المرتبتين في الركنه، مرتبه فوق ومرتبه تحت. شلت كل حاجه، لمعت مكانها بالمكنسه وشفطت الارضيات دي في الاخر، الحتت اللي باينه بقى عملتها كده هي المساحه السبونج اللي انتوا بتشوفوها معايا دي. بس الدنيا نضفت ازاي. والله لما بعمل كده ببقى عايزه اكتب ممنوع الاقتراب، بس التصوير لا، عشان انا بستفاد من التصوير. تنسوش اللايك بقى، لايك وشير وسبسكرايب، ما تنسوش اللايك. بقول لكم زي بنوتي، لايك وشير وسبسكرايب. والناس الجديده يا ريت يا ريت يعني اشتراك. في ناس كتير يعني هم عارفين كده بيكتبوا لي كومنت كده من غير اشتراك خالص. ممكن بس اشتراك، ممكن ممكن اشتراك عشان يوصلك الفيديو اول باول، عشان تتابعيني.
لو في حد زيي بيبتدي الروتينات بعد المدارس ما تبدأ اكتبولي. بس فكرة حلوة ولا فكرة سيئة؟ انا بصراحة بتشجع قوي على فكرة. الروتينات دي انا دايما بعملها كمان في الشتاء وفي عز السقعة لما باجي اغسل واقوم اروق وكده، بحس ان انا دفيانة. غير لما يا دوبك اقفل الباب وراهم والباص ياخدهم وكده، احس نفسي عايزة انام. لما بقوم بقى واروق بحس اليوم هادي وجميل وحلو. هنا بقى انا ولعت اللي هي الليدات ديت. اه، هي دي كده بقى المرحلة الأخيرة خلاص. أهم حاجة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، فضلا منكي ولا نسى أمرا. وباي باي يا حلوين، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.